السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج الحمل حبايب قلبي، صفوا النية كده، اتفائلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على الحبيب وكمان استغفروا. طبعا حبايبي حلوين اللي أول مرة بيزوروا الصفحة، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ولاد، واشتراك طبعا، اشتراك كده وحطوا لايك واعملوا شير للفيديو وكومنتات. نصلي على الحبيب وكمان نستغفر. ولازم يكون عندنا يقين وثقة في الله وحده، انه لا يعلم الغيب الا الله. لا يعلم الغيب ايه الا الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. انتوا في واحدة ست كده واقفة في حياتكم، دي بتدبر على فخ، عايزة توقعكم، عاملة زي ما يقولوا كده بتحفر لكم في مشكلة في حاجة عشان توقعكم فيها. فلازم تركزوا وتخلوا بالكم. النفسية عندكم تعبانة، تعبانة آه لا إله إلا الله، رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. انتوا بتمروا بحالة كده، حاسين ان انتوا لوحدكم، حاسين بالوحدة. انتوا في منكم، مش كلكم، في منكم بيمر بأزمة، بس بإذن رب العالمين الحق اللي ضاع منك او اتاخد منك ومش عارف ان انت ترجعه، في رجوع حق، وانت ناوي تاخد حقك من كل اللي جه عليك في يوم من الايام. في شخص بيتدخل في حياتك وهو عايز اصلا يأذيك، فلازم تفتح عينيك وبص كده وفتح عينيك كويس وشيل الغشاوة دي. في عندك طاقة حلوة انت داخل عليها، وبإذن رب العالمين اللي واقع في دوامة هيخرج منها بإذن الله. في عندك مواجهة، بس بإذن رب العالمين هتخرج منها منصور، وده بإذن الله. انتوا وقفتوا ودافعتوا عن الناس او اتكلمتوا في حق ناس من ظهرها، والناس دي اصلا ما تستاهلش، خدعوكوا، ظلموكوا. في شخص بيلعب بيك، فركز زي ما تركز وتخلي بالك، ابعد عنه، لان الشخص ده بيلعب بعواطفك، يعني اكتر حاجة بيستغلك. انتوا يعني ممكن تكونوا كده واقفين. لو انتوا في عندكوا انفصال، الشريك حاسس من ناحيتك بالذنب، آه هو مش ظالم قوي سواء رجل او امرأة، ممكن تكون اهمال، ممكن كان في اهمال، انتوا اللي اهملتوا، انت اللي خلقت المشكلة في حاجة في دماغك وكنت عايز تعملها، او بتتهربوا من حاجة فعملتوا مشكلة، في انفصال، في بعد عن انت طلقته، والله اعلى واعلم. الشريك الحياة بتتمنى ان يكون في رجوع في الوقت الحالي قبل بعد كده. انتوا عصبيين، هو معروف عنكم ان انتوا عصبيين، لان انتوا قلبكم طيب وابيض. حاولوا ان انتوا لو في طرف صغير كده من الخيط في لشريكة الحياة، ارجعوا. يا بختي نلاقي حد بيحب من جوه قلبه يا ولاد. الحب ما بيكونش سهل، عشان ما تخسروش كل حاجة. استخيروا رب العالمين، استخيروا رب العالمين. انتوا حصل انفصال بسبب العلاقة الثلاثية، او الزوج كان على العلاقة الثلاثية، او كانت فيها خيانة، او في زوجة تانية زوجة اولى.
ما حبتوش الواد اللي اكتشف او اللي هيكتشف العلاقة الثلاثية. لا اله الا الله. او طرف تالت بيخش بينكو وبيحاول ان هو يخرب عليكم، فانتوا ما تسمعوش لحد، ما تسمعوش لحد. في عندكم ارتباط، اللي مرتبطين في ارتباط بس مش رسمي، يعني ارتباط كده بينك وبينها، بينك وبين وعد بالكلام. يعني في منكم، في منكم مش كلها، على ارتباط مع ناس ما تستحقش ان انتوا تكملوا. اديتوا الحب والحنان والعطف، وفي الاخر بقى هتاخدوا حتة خذلان مع 20 ناس كدابة، او بتتكلموا وبتبهموا نفسكم بنفسكم بان الشخص ده كويس، مع ان انتوا احساسكم ان الشخص ده مش كويس، بس انتم حاطين نفسكم في خيال، وانتم متأكدين واحساسكم بيقول لكم انه مش كويس، واحساسكم صح. لا اله الا الله ده رسول الله. في ناس كده بتتأمر عليكم في شغلكم، انتوا عاملين زي ما بيقولوا كده، بيتأمروا كده، عمالين عايزين يدخلوك كده في مواجهات، في مشاكل. هم عاملين حزب كده، عايزين يخربوا، عايزين ياخدوا مكانكم، عايزين ما يخليكوش كده يكون في ترقية، ما فيش فرحة، عايزين يضايقوكوا بأي شكل. بس بإذن رب العالمين ربنا هيرفع راسكم. لا إله إلا رسول الله. انتوا فقدتوا ناس غالية عليكم، انتوا بإذن رب العالمين هتتعرفوا على ناس جديدة، وهتشوفوا ناس جديدة، وهيكون عندكم معارف جديدة، والمعارف الجديدة دي اللي هتخلي على وشكم الابتسامة. انتوا اتخذلتوا في اقرب الناس ليكوا، كل ما بتحسوا ان هم كويسين، لكن في الاخر بتكتشفوا ان هم كدابين خداعين. عندكم نقلة من مكان لمكان، او من شغل لشغل، او من بيت لبيت، الله اعلى واعلم. انت عندك عوض ربنا كبير، بس خلي بالك، عندكوا في واحدة كده بومة، دي دايما واقفة في حياتك. لا إله إلا أنت، استغفر الله العظيم. انتوا حاولوا كده تطلعوا خطوة لقدام، ما تخليش حد هو اللي يوصلك، انتوا ابدأوا الخطوة لقدام، عشان طول ما انتوا واقفين في مكانكوا عمرك ما هتوصل، مش هتوصل لأي شيء. مجرد ان انت تبص لنفسك وتنتبه لنفسك، في عندك طاقة انتصار ليك، وده بإذن رب العالمين. فانتبهوا لنفسكم، وهترفع نصرتك وفرحتك للدنيا كلها ان شاء الله. الرابطة اللي انتوا كنتوا مربوطين فيها دي هتشال من عليكم بإذن رب العالمين. انتوا واقفين كده في طاقة انتظار، ممكن تكونوا مستنيين بقالكوا فترة، مش الوقت الحالي، مستنيين وكأن حد هيرجع لكم او جاي لكم، آه يجي يتقدم خطوة. الانتصار بالنسبة لك بقى طويل، بس بإذن الله ربنا هيبين لك الانتظار ده بفايدة ولا لأ. في كمان منكم ناوي على سفر، او انتم مسافرين، او انتم هترجعوا من سفر، والله اعلى واعلم. في عندكم موضوع سفر وانتم ماشيين فيه الفترة ديت. انت هتقول كلمة، الكلمة دي لا يمكن انت ترجع فيها. في ناس هتحاول تقرب منك عشان يخلوا الكلمة ديت تشيلها من دماغها، او الفكرة تلغيها، لكن
مصمم على رأيك، دماغكم زي ما بيقولوا كده ناشفة بس قلبكم أبيض، قلبكم من جوه زي الحليب. انت عندك في 3 أفراد دول بيتكلموا عليكم، بيجيبوا في السيرة، ناويين على الشر، لكن مش عارفين ياخدوا خطوة ان هم يأذوك، لان ربنا سبحان الله حميك. يمكن في حركة مال بينك وبينهم، او الناس دي فعلا واخدة منكم ورث، او ناوية تاخد منكم ورث، ياخدوا شغل، مشروع، والله اعلى واعلم. لا حول ولا قوة الا بالله. بإذن رب العالمين جايلكم مال وفرحة وانتصار، وده بإذن الله. توكلوا على رب العالمين. المال اللي جايلكم ده خلي بالكم منه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. انتوا ضحيتوا وانكسرتوا، وقفتوا السند والظهر، وقفتوا يعني زي ما بيقولوا كده، وقفتوا مع الأهل، مع الشريك، مع الأصدقاء، وقفتوا مع ناس كتير، الناس اللي تعرفها ما تعرفهاش، لكن في الآخر ما بتاخدوش غير الوجع. ودايما بتلاقي الغريب أحن عليك من القريب. القريب دايما بياكل فيك وياكل في لحمك، لا بيهم بقى الزعل ولا كسرة القلب. ولو جيت وقعت يقولك انت السبب، انت الغلط، وانت 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 وانت. طب حن كلمة طيبة مفيش. انتوا مش واخدين غير كده، قاعدين كده بحزنكم وهمكم، محدش بيجي يقول مالكوا كده، مالكوا كده، حاطين ايديكوا على خدكم ليه؟ فوقوا بقى، محدش هينفعكوا عشان صحتكوا. ما تستنوش الكلمة الطيبة من حد. انت طبطبوا انتوا على نفسكوا، حبوا نفسكوا، بس ما تزلوش لحد، وما تستنوش الحنية من حد. حنوا نفسكوا انتوا وحبوا نفسكوا. لا اله الا رسول الله. في منكم انفصل، اتطلق، قاعدين مكسورين، شايلين هم. ما تشيلوش هم، هيكون عندك فيه فرحة برجوعك بينك وبين شريك حياتك، او في رجوع بينكو لو انتوا منفصلين مطلقين. يا اما ترجعوا لشريك الحياة من جديد، حتى لو في غضوب يعني غضبانين، او في علاقة حب جديدة للناس المطلقة، ودي هتعوضكم من كل شيء. لو رجعت لشريك الحياة هتلاقوه اتغير، لانه عارف القيمة. هيعوضكوا الإهانة، هيعوضكوا الحاجات الوحشة، وبإذن رب العالمين ربنا يفرح البكا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. انتوا أيامكم الجاية هتكون أحلى من اللي فات. عايزاكوا تقولوا يا رب، وربنا دايما واقف جنبكم، لأن انتوا ما بتظلموش حد ولا بتخدعوا حد، ما بتخدعوش حد. فخلي بالكوا، ما تزعلوش شريك الحياة، ما تحاولوش تزعلوا شريك حياتكم. مش كل معلش، ان بلاش يكون بقى كده انتوا طيبين وحنينين، بس مشكلتكم ان انتوا عصبيين، يعني ما بتحبوش حد كده جنب مناخيركم. وكمان العين بقى الزايغة بقى. طول ما احنا متجوزين بلاش نبص، خلينا بقى في اهل بيتنا، ماشي؟ يعني ده كلام ده يخص رجالة بالذات. الكلمة الطيبة صدقة، صدقة. لا إله إلا الله وحده رسول الله، لا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده رسول. والناس اللي حاولت تأذيك، الناس دي ما تخافش ربنا، والناس دي مش بعيدة طبعا، والناس قريبة، لأن الغريب مش هيأذيك لأنه ما بيعرفش حاجة عنك. عاملين كده زي ما بيقولوا كده، اما بيجي الوجع بيجي من أقرب الناس، والوجع اللي بيجي من أقرب الناس ده هو اللي بيتعب وبيتعب. انتوا عندكم فيه كمان خبر حلو،
خبر بالحمل. ربنا يديكوا ويرضيكوا يا رب، يا رب يرزق كل مشتاق. الخبر ده هيخليك كده طاير، طاير من الفرحة، وعندك فيه خير كمان كتير. ربنا هيكتر من خيره ويديك. عندكوا في حد مريض، ربنا يشفيه ويشفي كل مريض يا رب العالمين. انت دمعتك نازلة كده وخايف على حد منك، ممكن يكون تعبان داخل في عملية، او انتوا اللي تعبانين وخايفين. ربنا يشفي كل مريض يا رب. انت هتبدأوا الحياة من جديد. في عندكوا سفر ليكوا، وده بإذن رب العالمين. في عندك شراء بيت أو بيع بيت، والله أعلى وأعلم. بس هتكون عتبة. الغد ده جايلك بعد ما انت وقفت وسندت وسعدت وطلعت كل اللي قدامك، وفي الآخر اداك الايه؟ الغدر. في رزق جايلك بإذن رب العالمين قريب. في عندك ناس أعداء كده واقفين وعايزين يقفلوا الباب قدامك وفي وشك، بس سبحان الله ربنا هينصرك عليهم، والباب هيتفتح تاني من جديد. انتوا هتستقبلوا ناس بقالهم فترة، يمكن بقالكم فترة ما بتشوفهمش، او كان في بينكم خلافات وكنتم مقاطعين بعض، وهترجعوا تاني في مودة وبينكم رحمة. انتوا بتمروا بحالة كده من التوتر، حالة من القلق، حالة من الخنقة، ومش عارفين السبب، وده من العين اللي عليكم. انتوا محسودين قوي في مراقبة، بس المراقبة دي هتكون على خير مش على الشر. في عندكم طريق مفتوح ان شاء الله. اللي واقف في طريقك سبحان الله ربنا هيبعده، والطريق هيكون مفتوح للآخر. وفي عندك نصرة ليك كبيرة. يمكن انتوا قاعدين مستنين حد ان هو يجي، او مستنين رسالة من حد بعيد عنكم. انتوا عايزين تطمنوا. في عندكم ايام حلوة جايالكم، وده باذن رب العالمين. ربنا يفرح قلبكم. لازم تخلي بالكم من الشخص ده منافق، ده موجود في حياتك. مهما بتعاملك معاملة الخير ما بيش طمران فيه، وبيردها كمان ايه؟ بالشر. كل كل لما بتفرح فرحة كده ما بتتمش، الفرحة كده بيجيلك لغاية الباب وتهرب ما بتقعدش. انتوا حاسين بالوحدة وصحيا تعبانين، في عندك خوف وقلق، بس سبحان الله ربنا هو اللي هيريح بالك. ما تخليش حد يضعف ارادتك. انت عندكوا قوة، بس انتوا ما بتحبوش تطلعوا القوة على حد. حتى لو كان الشخص ده مأذيك، انت ما تحبش تعمل قوة على حد. عندك في مواجهة، والمواجهة دي هتكون في مصلحتك، مش هتضرك بإذن رب العالمين، ما فيهاش ضرر. في عندك طاقة إيجابية حلوة قوي. انتوا جايين على نفسكوا قوي، انتوا جيتوا على نفسكم قوي لغاية ما تعبتوا، لغاية ما مليتوا، لحد ما بقيتوا تحسوا ان انتوا التعب بيروح على الفاضي، ان انت مهما تحملت مفيش فايدة. لا، في فايدة، وربنا يبعد عنكم بس العقارب اللي بتقرب بينكم وبتخرب حياتكم، وهيكون في فايدة، وده من عند رب العالمين. انتوا كنتوا بتحبوا ناس دي كانوا قريبين منك، لكن سبحان الله بقى ربنا ظهرهم وكشفهم بفعل وفعل فعل فعل لغاية سبحان الله
الحب ده قل من ناحيتهم وعرفت وربنا ظهرها، وحقكم راجع وجاي من عند رب العالمين.